سؤال سريع، تعرف انه في مكملات غذائية عم تدفع عليها مصاري وما عم تستفاد منها اي شيء؟ طيب اذا قلت لك في 6 مكملات غذائية فقط تبني لك عضل وتحرق لك دهون وتوصلك لجسم مثالي، خلينا نحكي بصراحة شو اللي بيستاهل فعلا انك تشتريه. الكرياتين اول مكمل معنا لليوم، واحد من اكثر المكملات اللي انعمل عليها دراسة عالميا. الكرياتين بخزن الطاقة داخل العضلات، هذا الشيء بخليك ترفع أوزان أكثر، تتحمل ضغط وشدة أكثر بالتمرين. وغير هيك بيعطيك مظهر حلو ومشدود للعضلات، لأنه بيساعد على تخزين المي داخل العضلة، وهذا الشيء بخليها مشدودة ومنفوخة وإنك حاسس ببمب دائما. بس الكل بيخاف إنه بيضر الكلى، شو السبب؟ الحقيقة إنه طالما عم تشرب مي بنسبة جيدة فهو آمن 100%، وهو أكثر مكمل مثل ما قلت لك انعمل عليه دراسات في عالم كمال الأجسام. طيب بعد القوة والطاقة، شو المكمل اللي بيبني العضلات من الداخل؟ خلينا نشوف. البروتين، المكمل الثاني عندنا لليوم هو البروتين. خلينا نتأكد إنه ما في بناء عضلي جيد وسليم بدون بروتين، لأنه هو الأساس بكل جسم رياضي. بيساعد على إصلاح الأنسجة العضلية بعد التمرين، وترميم التمزقات بالأنسجة العضلية اللي بتحصل أثناء التمرين، ويمنع خسارة العضل. الواي بروتين تحديدا ممتاز جدا بعد التمرين لأنه سريع الامتصاص وبيدخل بسرعة للعضلات. بس أنت شو تختار، واي بروتين ولا الكازيين؟ إذا بدك شيء سريع بعد التمرين يدخل للعضلات اختار الواي بروتين، أما إذا بدك شيء بطيء يمتصه الجسم ببطء اختار الكازيين، ممتاز جدا قبل النوم، بيشبع الجسم بالبروتين طوال فترة النوم. بس شو فايدة البروتين والكرياتين إذا الجسم ناقص فيتامينات ومعادن؟ هون بيجي دور المكمل الثالث، المالتي فيتامين. المالتي فيتامين هو المكمل المنسي، بس تأثيره ضخم كتير ويعتبر من أهم المكملات الغذائية لبناء العضلات. بيساعد جسمك يشتغل بأقصى طاقته خلال اليوم، وبسد نقص الفيتامينات اللي ما بتقدر تدخلها من الغذاء، مثل الزنك والمغنيسيوم والبي والدال وغيره من الفيتامينات والمعادن. بدون هاي الفيتامينات جسمك ما بيقدر يمتص البروتين والكرياتين بشكل كامل ليدخله جوا العضلة. يعني إذا ما عم تاكل بشكل جيد ونظامك الغذائي ما في كمية كافية من الفيتامينات والمعادن، المالتي فيتامين هو خيارك الممتاز ليكمل لك النقص اللي بجسمك من الفيتامينات والمعادن. بس شو تاخد إذا بدك طاقة وتركيز قوي قبل التمرين؟ هلأ بنروح للمكمل الرابع، البري ورك أوت. البري ورك أوت هو الشرارة اللي بتشعل تمرينك وبتخليه قوي كل الوقت. بيحتوي على مكونات مثل الكافيين والبيتا ألينين والسيترولين اللي بترفع الطاقة طوال وقت التمرين، بتخليك تدخل الجيم وانت متحمس وتعطي كل طاقتك خلال التمرين لتحصل على افضل نتيجة من البناء العضلي. ملاحظة صغيرة، لا تفرط باستخدامه لانه الجرعة الزايدة منه ممكن تسبب لك توتر وخفقان زايد بدقات القلب، ولا تاخذ منه بالايام اللي بيكون جسمك فيها تعبان وما في طاقة انك تتمرن. لما تاخذ منه وجسمك تعبان انت بتجبر جسمك يعطي اكثر من طاقته، وهذا الشيء ممكن يعرضك للاصابه. وهلا بعد ما خلصنا من اقوى مصادر الطاقه، خلينا نروح للوقود اللي بيغذي جسمك بشكل كامل، مكملات الكربوهيدرات. مكمل الكارب مهم جدا خصوصي بعد التمرين، لأنه بيساعد على تعويض مخزون الطاقة الجليكوجين يلي خسرته أثناء التمرين، وبيعزز امتصاص البروتين والكرياتين بشكل أفضل. هذا المكمل ممتاز جدا ويعتبر الخيار الأفضل للناس اللي بتواجه صعوبة بزيادة الوزن وبناء العضلات أو التضخيم، وفيك تاخده بعد التمرين مباشرة مع الواي بروتين. هلأ ضل عنا مكمل واحد بيساعد العضلات أنها تتعافى وبيقلل التعب، خلونا نشوف شو هو. الجلوتامين. الجلوتامين هو مكمل الاستشفاء السحري، يساعد العضلات تتعافى بسرعة بعد التمرين ويقلل من وجع العضلات والأنسجة العضلية. كمان بيدعم جهاز المناعة خاصة بفترة التدريب القوي أو الدايت. ملاحظة صغيرة، أنت ما رح تبني عضل فقط من استخدام الجلوتامين، لكن الجلوتامين رح يساعدك على ترميم الأنسجة العضلية بعد التمرين وبيخليك تستمر لفترة أطول بالتمرين حتى تحصل على أكبر فائدة من البناء العضلي. وهلأ بدي منك تجاوبني بصراحة قبل ما أقول لك طريقة استخدام المكملات الغذائية بالتفصيل. شو المكمل الغذائي يلي ما بتستغني عنه كل فترة التمرين؟ جاوبني بالتعليقات وخليني اشرح لك كل مكمل غذائي كيف تستخدمه. الكرياتين، لو أول مرة بتستخدم الكرياتين تقدر تدخل بالبداية بفترة تحميل، يعني بتاخد سكوبين باليوم لمدة أسبوع، بعدها بتصير تاخد سكوب واحد اللي هو عبارة عن 5 جرامات كل يوم
يفضل بالنسبة إلي إنك تاخده قبل التمرين. هو مو مهم أي وقت بتاخده، بس أنا بشوف الأفضل قبل التمرين، لأنه هو مادة تراكمية مو لحظية، يعني أي وقت بتاخده بيشتغل معك، وما ببين معك النتيجة إلا بعد أسبوعين أو 3 لتكمل مخزون الكرياتين بالجسم. هلأ بنروح للمكمل الثاني اللي عنا، البروتين. البروتين طريقة استخدامه حسب نوع البروتين اللي بدك تاخده، وغالبا بيكون مكتوب على العلبة طريقة الاستخدام. إذا بدك تاخد الواي بروتين يفضل إنك تاخده بعد التمرين مباشرة، أما إذا بدك تاخد الكازيين بطيء الامتصاص يفضل تاخده قبل النوم، أو إذا بتعرف حالك عندك مشوار طويل وما رح تقدر تاكل بهي الفترة بتقدر تاخد منه. وبالنهاية المكمل الغذائي البروتين اسمه متمم غذائي، يعني بتكمل فيه نقصك من البروتين اللي داخل من الأكل، وعدد السكوبات بتاخده حسب كمية البروتين اللي بتدخلها من الأكل. شرح بسيط كتير، يعني احسب احتياجك من البروتين بالأكل ودخل اللي بتقدر عليه، وإذا ما قدرت تكمل الباقي بتقدر تكفيه من مكمل البروتين. أما المكمل الثالث عنا المالتي فيتامين. المالتي فيتامين بتقدر تاخد حبة واحدة بس بعد الفطور، حبة واحدة باليوم كفيلة إنه تغير لك طبيعة جسمك وحركتك ونشاطك كامل. استمر عليها دائما، حبة واحدة يوميا بعد الفطور. أما المكمل الرابع عنا الكربوهيدرات. مكمل الكارب تقدر تاخده قبل التمرين إذا مالك أكل ليعبي مخازن جلوكوجين بالعضل تقدر تتمرن بشكل منيح، وبعد التمرين لتعبي مخازن جلوكوجين اللي فضيتها أنت داخل التمرين حتى وقت الاستشفاء يسحب منها ويبني العضل. كمان نفس مبدأ البروتين، تقدر تكفي احتياجك من الكربوهيدرات عن طريق هذا المكمل إذا ما قدرت تاكل احتياجك كامل من الكارب بالنظام الغذائي. أما المكمل الخامس البري وورك أوت، هو عبارة عن مشروب طاقة من اسمه مبين، بتقدر تاخده قبل التمرين من نص ساعة لساعة حتى يعطيك طاقة وقوة للتمرين. تقدر تفوت على التمرين بقوة ونشاط وتركيز عالي لحتى تعطي أفضل مجهود عندك بالتمرين. بس مثل ما قلت لك بالفيديو لازم ما تاخده وقت يكون جسمك تعبان او حاسس حالك مرضان او فيك شيء، هذا بتاخده لما تكون انت مرتاح وجاي عبالك تتمرن تمرين قوي وتشق الاوزان، تقدر تاخذ منه وتعطي افضل طاقه ممكن. اما المكمل السادس عندنا الجلوتامين، هو الحل السحري لترميم الانسجه العضليه اللي تمزقت بالتمرين، لهيك لازم تاخده بعد التمرين. تقدر تاخده مع الواي بروتين او لحاله. خذ سكوب واحد يوميا بعد التمرين ليرمم الأنسجة العضلية ويزيد التعافي وبناء العضلات. وهيك بكون شرحت لكم طريقة استخدام كل المكملات اللي بالفيديو. بس سؤال مهم، من بين ال6 مكملات هدول شو المكمل اللي استخدمته وعن جد لاحظت بفرق عليه؟ اكتب لي بالتعليقات لحتى اشوف رأيك. وإذا حبيت الفيديو لا تنسى اللايك واشترك بالقناة وشارك الفيديو مع أصدقائك خليهم يستفادوا، لأن الفيديو الجاي رح نحكي عن أفضل وجبات بعد التمرين لبناء العضلات وحرق الدهون للمبتدئين والمحترفين وبدون أي مكملات غذائية. واللي حابب نبدأ رحلة التدريب سوا بنظام تدريب وتغذية مخصص حسب هدفك واحتياجك، تابعني على حسابي الانستا بأول تعليق مثبت وبالوصف. تابعني وارسل كلمة تدريب وخلينا نبدأ رحلة الفورمة سوا. اليوتيوب بيقول هدول الفيديوهات مهمين جدا لإلك، ليش ما تشوفهم؟